تعرفي بقى ان اللي قدامك دي ولا كيكه ولا بسبوسه ولا اي حاجه من اللي ممكن تخطر على بالك؟ ايوه والله. مش بس كده، ده الصينيه القمر اللي قدامك دي كلها بتتعمل بحبه بيض واحده وبتتقدم بارده، يعني مناسبه جدا لحر الصيف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. انت رايحه فين؟ تعالي شوفي الجديد واحكمي انت بنفسك. في الاول محتاجه حبه بيض واحده، هبدا ان انا اجيبها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هضيف عليها ربع يعني رشه بسيطه من الملح، واقلبها كويس جدا البيض مع رشه الملح البسيطه دي. هربها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وهبدا ان انا اجيب طبق انزل فيه كده بالبيضه اللي معانا عليه. بقى هبدا ان انا انزل بنص كوبايه من السكر، عليه معلقه من الخل، عليها كمان ربع معلقه صغيره من الفانيليا، واخلطهم مع بعض كويس قوي، السكر مع البيض والخل والفانيليا. تمام قوي كده. بعد كده هبدا ان انا اضيف كوبايه الا ربع من الزيت. كمان انت ممكن تستخدمي نص الكميه زيت او سمنه، انا استخدمتها كلها زيت الصراحه. تمام كده. بعد كده هنزل بكوبايه واحده من الحليب. كل ما بقى بضيف مكون ببدا ان انا اخلط كويس جدا عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. بكده بقى اكون جهزت كل المكونات السائله اللي معايا. هبدا بقى ان انا اضيف كوبايه واحده من السميد، عليها معلقتين اتنين من جوز الهند، عليها معلقتين اتنين من الدقيق، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. هي دي بقى كل المكونات اللي انا محتاجاها. وبقلب كويس قوي، وقلبي على مهلك خالص. ما تقوليش بقى ان انا لازم اقلب بسرعه عشان انا ضايفه سميد، لا، الوصفه دي مفيش فيها اي نسبه فشل تماما. هقلب كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. ما شاء الله، عاوزه اقول لكم الوصفه دي لو لسه في اول مره تدخلي المطبخ هتطلع ناجحه جدا مليون في الميه. شايفين القوام بتاعها؟ بوريه لكم عشان انا هغطي عليها وبسيبها ربع ساعه. هتشوفوا القوام دلوقتي تاني. بعد كده جبت كوبايه وربع من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، وكمان هضيف عليها ربع معلقه صغيره من الخل، عليها ربع ليمونه زي ما انتم شايفين. وببدا ان انا اقلب بقى على البارد بالشكل ده، وبعدين ببدا ان انا ارفعها على النار. احنا بنعمل سيرب او شربات تقيل بالشكل ده. واستخدمي اي نوع سكر، انا مستخدمه السكر الغامق عادي، المتوفر عندك استخدميه. خلاص كده الشربات بقت جاهزه معايا وغلت. وبعد الغليان سبتها 10 دقايق. خلاص كده برجع تاني بقى بعد ربع ساعه يا جماعه. السميد بقى بيبدا يشرب كل كميه السوائل، وده بيكون القوام. برجع اديله تقليبه تاني، وبقطعه سمنه او زيت ببدا ان انا امسح كده البايركس اللي معايا. وطبعا انا استخدمت بايركس، استخدموا اي صينيه متوفره عندكم. وبنزل بقى بالخليط زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، اسويه وبعدين يدخل الفرن بقى على درجه حراره 180. وبكون مشغله من تحت بس، انا محتاجتش ان انا اشغل الشوايه، وانتوا على حسب الفرن بتاعكم. وببدا ان انا اسقي بالشربات. والشربات يا جماعه بتكون هي بارده، وكمان البسبوسه سخنه زيها زي اي، مش لازم مش هي سخنه والشربات سخنه، لا، الشربات بتاعتي بارده دافيه معايا. وكمان الحلو بتاعنا احنا لسه مخرجينه دلوقتي من الفرن. شايفين بقى؟ طبعا انا دخلتها شويه كده التلاجة عشان تتقدم بارده. انتوا بقى عاوزين تقدموها على طول، دي حاجه ترجع لكم. بس عاوزه اقول لكم ان طعمها في حته تانية خالص. مقاديرها بسيطه، وكمان مفيش فيها اي نسبه فشل. فلو انتوا حابين بقى ان انتوا تجربي وصفه تكون ممتازه وسهله وبسيطه وفي نفس الوقت مناسبه جدا للصيف، فمش هتلاقي افضل من الوصفه دي. واظن بقى منظر القمر والنجاح ده تسلم ايدك يا لول.